هذه يا سيدي في الزاوية الشفقية الذكية الرقمية المتنورة، أحسن وأحسن ذكرى هي هذه. حيت واحد الذكرى اللي فيها كل السلسلة ديال الذكريات اللي كاينة تيتلخصوا تيتوحدوا في هاد ذكرى المسيرة الخضراء اللي كانت تبارك الله فيها واحد المعجزة القرن. نجزها الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله مع الشعب ديالنا الوفي ديال المغرب. وهي مسيرة سلمية ديال 350 ألف متطوع مغربي وطني مواطن مناضل، تسميهم مناضلين. والحمد لله راه 40 مليون ديال المغاربة مناضلين. ماشي جا محمد السادس الله ينصرو قال لك بأن أي مغربي وأي مغربية أينما الزاوية ديالو كانت تتمقع فيها، وإلا القضية الوطنية قضية ديالو، ماشي غير ديال ما نبقاوش نقولوا القضية ديال الوحدة الترابية قضية الملك، لا، قضية الشعب. أي مغربي يمكن له يحتضن هذيك القضية الوطنية ويتمشى بها ويدير المسيرة ديالو بها. والحمد لله تنقولوا هذا العام هذا في الذكرى 49 الحمد لله كاين جوج حاجات مهمين بزاف. هي الرؤية الاستشرافية الجميلة ديال جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، اللي بدع في الدبلوماسية، في البرنامج ديال الدبلوماسية اللي الحمد لله تنشوفوا فرنسا كيف دارت التراجع ديالها ولات مصافة معنا. والحمد لله القضية ديال الصحراء الشرقية المغربية والبيعة ديال محمد السادس ديال تندوف والتندوفية، فاش كنت نقولها كانت ديك الساعة غير شعار، ولكن دابا تنشوفها في أرض الواقع كاينة. الحمد لله السينما المغربي الدولي جا لعنا وخدم معنا الفيلم ديال وهم تندوف. واحد المخرج اخر تا هو صايب فيلم اخر ديال على التندوف تا هو. وغادي يجيو دابا عدة فنانين تا هما غادي يبرزوا وغيديروا المهارة، يبينوا المهارة ديالهم في العلم في الفن ديال السينمائي ان شاء الله باذن الله، وغادي يبينوا الحقيقة لوجه العالم. مع الأب الله يرحمه، مع الوالد الله يرحمه والي برحمة الله. هاد كان فاش كان يتحرك مع هو كان رجل السلطة، وكان خصو يكون تينظم تيشرف على، كان له الشرف باش يشرف على العمل ديالو. كنت انا ديك الساعة تنتسائل فين غادي هاد الوالد، فين غادي يمشي، فين غادي يجي. كنت شويش موتر، حيت انا ديك الساعة مازال صغير، مازال تلميذ صغير، ما نقدرش نتفرق مع الوالد. وكنت هذا هو الرابط شتي اسمه المشترك اللي تنتفكر به المسيرة الخضراء. اللقاء الأسطوري غادي يكون واحد النتيجة جميلة للقرية الذكية. علاش؟ حيت تبارك الله العمل اللي غادي نقدروا ننجزوا القرية الذكية مع فرنسا، والقرية الذكية مع الأمريكان، والقرية الذكية مع اليابان ومع الشينوا، هو اللي الموضوع الآن. حيت دابا كاين عدة أمورات كاينة، وعدة مناطق وعدة دول متوترة، والوحيد اللي غادي يفكهم من هاد التوتر وغادي يجيب لهم طرف من الحل ولا طرف من الحلول ولا جزء من الحلول هو القرية الذكية إن شاء الله. دونك هذا الشيء كله اللي واقع غنقولوا بأنه خير للقرية الذكية وخير لينا حنا. وحنا راه في هذا الصدد راه أسسنا واحد الملتي ناسيونال بداشنا، هي سيكايم الكوكان، اللي عاد تبيع الخدمات ديالها في أمريكا وفي أوروبا وفي الخليج وفي الشينوا بهذا الشيء ديال القرية الذكية. الحمد لله.
المستقبل دابا مزدهر، وملي غادي يدير الاكتمال ديالو غادي يكون عاوتاني مزدهر اكثر، وغتكون صداقه جديده ومحبه جديده وموده جديده مع الجيران ومع كل شيء. ما تنشوفش بانه هاد التوتر غادي يبقى غادي في السياق ديالو، غادي غتجي واحد الوقت دابا اللي غادي نلقاو حلول ديال المنطقه كلها. حيت اليوم بان شكون هو اللي تيسير المنطقه، وشكون هو الرائد ديال المنطقه. الرائد ديال المنطقه هو المغرب، والرائد ديال المنطقه هو محمد السادس. دونك الله يطول ليه العمر، والله يشافيه، والله يعطيه صحته. وهذا هو اللي عندنا حنا مهم هو شكون هو اللي واخد لو ليدرشيب اليوم واخدو الحمد لله المغرب، فضل الرؤيه الساميه ديال جلاله الملك والرؤيه الاستسباقيه ديال جلاله الملك، وان شاء الله كل شيء الناس غادي يتبعوه في الخط ديالو. وهو البوابه الحقيقيه ديال افريقيا، وتنعرفوا اليوم كلهم الناس تي 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 المعادلات كلهم فيهم افريقيا، لا الامريكان لا الشينوا لا الخليج لا اوروبا. دونك جميع الدول ولا جميع الاقطاب اللي عندها واحد التاثير كبير في العالم، راه عندها مصلحه مع افريقيا. والواحد اللي غادي يعرف يهضر مع الافارقه افريقيا بطريقه افريقيه هو المغرب. كنهضروا معاهم بطريقه افريقيه، ماشي طريقه غربيه، وماشي طريقه امريكانيه، وماشي طريقه اوروبيه، وماشي طريقه روسيه، وماشي طريقه شينويه. كنهضروا معاهم بطريقه مغربيه افريقيه. حيت هاد اللفظ غادي يولي يكون لافروكاسي، راه ديفلوبيتو في هذاك الكتاب ديال لافروكاسي. لي زافريكان غنهضروا معاهم لافريكانيتي، وراه كاين دابا كاع التروفي ديال لافريكانيتي تيديروا واحد الاخ حتى هو، مشينا ليه الرباط شحال من مره. دونك لافريكانيتي ولات مساله اللي تتفرض راسها في الوجود ديالها. وتنظن واحد امونام لافي بان المغرب هو البلد الاجمل والاخير باش يمثل الافريكانيتي مع لافريك ومع لي زافريكان، وسورتو لا جونيس افريكان. حنا ما تنهضروش معاهم، تنجيبوا لهم حلول ناضي كناضي، هذوك اللي تنسموهم حنا ناضي كناضي عندنا في اللونغاج، ماشي لا توتولوجي لا فرازيولوجي لا سبونتولوجي لا توتو سكيلاتشي، لا، داكشي ناضي كناضي خاطر في بلاصتو. ودونك ان شاء الله باذن الله غادي يكون غير الخير. دونك راه غاديين في السياق ديالنا لا لوا سي لا لوا، والقريه الذكيه غاديه وتتمشى ان شاء الله، وعندها واحد المستقبل جميل وكبير جدا مع اوروبا، مع امريكا، مع الخليج، مع الشينوا، ومع افريقيا. ودونك دائما الحلول المغربيه الافريقيه ولا الحلول الافريقيه المغربيه من اجل الازدهار ديال افريقيا الجديده والافريقيا الاتحاد الافريقي كله، كلنا جميع وكلنا يد وحده. وراه كان قالها محمد السادس الله ينصرو، جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، ملي يرجع لونيون افريكان قال لك كيل في بون هوم سويت هوم. زعما مزيان ملي يدخل الواحد يدخل لدارو. الحمد لله افريقيا البيت ديالنا كلنا، بيت ديال المغاربه كلهم وبيت ديال الافارقه كلهم، وحنا غادي نديروا الانهاض، غنهضوا ان شاء الله النهضه ديال الشباب الافريقي من اجل افريقيا اللي تتميز وتبتكر وتدير شي حاجات جداد، الابداع الجديد. الحمد لله لا غونيسونس. ترامب تنعرفوا كلنا بانه ما تيهضمش لا حزب الله لا الحماس، ودونك اللي تيقول ما تيهضمش حزب الله والحماس ما تيهضمش ايران. دونك غادي يكون الامورات شويه صعيبه مع
مع الفلسطينيين ومع اللبنانيين، ولكن هو رجل سن تيبغي ما تيدخلش في الحروب. دونك غادي يلقى شي بلواره كيف يديرها باش يقاد الامورات باش تكون المنطقه ما تجيش تشتعل. ودونك مسألة غتكون صعيبة على الأوروبيين بزاف، وصعيبة على الشينوا بزاف تا هما، ولكن راه كاين الحمد لله الحلول عبر المغرب مع المغاربة اللي غادي يعطيو واحد ثمار كبير لهذا العالم الجديد. العالم الجديد غادي يكون عنده واحد، المغرب غادي يكون عنده دور كبير يلعبو في هذه العلاقات بين أمريكا والشينوا، وبين أمريكا وبين أوروبا والشينوا، عبر المغرب، عبر طنجة، عبر هذاك طنجة ميد. دونك كاين بزاف ديال الاتفاقيات اللي مضاهم المغرب مع امريكا ومضاهم المغرب مع اوروبا، اللي غادي يكونوا لصالح المغرب وصالح الشينوا وصالح عده دول اللي في الحين ما عندهمش الباب باش يدوزوا الامريكان ولا يدوزوا لاوروبا. ملي غادي يبغيو يدوزوا على طريق المغرب. وهذه في العالم ديال الرقمنه وفي العالم ديال الذكاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، الحمد لله السكايم الكوكان عندها خدمات كبيره اللي غتقدم في القريه الذكيه خوتنا ديال الامريكان وخوتنا ديال الشينوا وخوتنا ديال اوروبا وخوتنا ديال الخليج، بفضل ديال التموقع الاستراتيجي اللي حطنا فيه جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو بالهندسة الدبلوماسية ديالو والهندسة ديال الفريق ديالو اللي ممتاز فهاد لو جيني دبلوماتيك الحمد لله. دونك الهندسة تبقى دابا نوليو نخدمو، جات وقت ديال الهندسة في كل شيء. هذا هو الوقت اللي دخلنا فيه. مورا ما محمد السادس حط لنا اون سيفيليزاسيون كلها في 25 عام، كمل البناء ديالها ديال توت اون سيفيليزاسيون. الحمد لله دابا بدينا دخلنا شرعنا في ليكسبلوطاسيون ديال هذيك لا سيفيليزاسيون ماروكين، وكاين بزاف ديال فرص الشغل وبزاف ديال فرص العمل وبزاف ديال الفرص ديال الاستثمار وبزاف ديال الفرص ديال التشارك. غير الواحد دابا غادي خصو يعرف كيف يدير التعاون والتشارك وكيف يخدم المصالح ديال رابح رابح مع الاطراف، ماشي واحد رابح وواحد خاسر. هو هذاك الموديل القديم ديال اللي تهدم دابا في هذا النجاح ديال ترامب. دابا غتولي فرص جديده للدول بحال المغرب باش يبينوا اش يسميوها البراعه ديالهم والمهاره ديالهم. وشعارنا الدائم وشعارنا الابدي وشعارنا الخالد هو الصحراء الشرقيه المغربيه والبيعه ديال محمد السادس ديال التندوفي، والتندوفيه مسؤوليه، وعلينا جميعا مسؤوليه، وعليكم مسؤوليه، وعلى الجميع مسؤوليه. الله الوطن الملك شعارنا الدائم، وعاش الملك.